هو انا اصلا مش عارف عايز اكمل 3 مليون، هو انا ينفع اجل الزكاه السنه دي زكاه المال عشان ال 3 مليون يكملوا؟ لو دفعت الزكاه مش هي معايا 3 مليون يا شيخ. دنيا بتضحك علينا. الى ان ترك ثعلبه الصلاه وترك الزكاه، وبدا ثعلبه متفرغ للتجاره، واستغنى ثعلبه عن رسول الله، والله ورسوله عنه اغنى. والنبي محتاجك انت يا ثعلبه؟ النبي مش محتاجك انت ولا حاجه. زي سيادنا اللي نخش نحل بينهم، والله العظيم لو السماء اتطبقت على الارض انا ما هتنازل عن اللي انا بقوله. الدنيا بتغر يا اخوانا. بدأ بقى المال مش عارف يزيد، وهو ايه يتبغدد ويتنعم في المال. بعد كده ايه اللي تم؟ خلاص بقى دماغه، لا انا هدفع الزكاه بقى خلاص، انا هدفع الايه؟ الزكاه بقى خلاص. فاخذ زكاه المال وذهب الى حضره رسول الله. يا رسول الله هذه زكاه مالي، خذ، لكن الله ورسوله عنه أغنى. من الذي أعطاك المال يا ثعلبة؟ من الذي أنعم عليك بالمال؟ إنه الله. ثعلبة خذ يا رسول الله. قال له رسول الله: يا ثعلبة نحن لسنا بحاجة إلى مالك، نحن لسنا بحاجة إلى إيه؟ ارجع، مش عايزين منك مال يا ثعلبة. درس عشان كل الناس تبقى عارفه ان ربنا مش محتاج منك حاجه ولا الرسول محتاج منك حاجه. والله العظيم الفقير اللي احنا بنروح نديله صدقات والله احنا اللي محتاجينه. الفقير اللي يخبط على بابي يقول لي هات حاجه لله، لو انا ما اديتلوش اي حد غير هيديله، هيقف عليا؟ مش هيقف عليا ولا حاجه، انا اللي هقف عليه، هقف على حسنه منه، صح ولا ايه؟ فعاد ثعلبه بالمال. هل يا ترى عيط وبكى وقال ازاي اعمل كده مع سيدنا النبي؟ هل عمل ايه؟ عاد ثعلبه بماله، زي اللي بيقول بركه جمع انها جت ايه؟ انها جت مني. راح رجع كده بالمال. لما رجع بالمال سيدنا النبي مات ولم ياخذ من ثعلبه ماله، ما ياخدش منه زكاه المال. لما سيدنا النبي مات مين اللي جاب خليفه بعديه؟ سيدنا ابو بكر. اخذ المال وذهب الى سيدنا ابو بكر. قال يا ثعلبه، سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ قال له يا ثعلبه لم اخذ منك مالا لم ياخذه منك رسول الله، لا ارجع مش عايزين منك حاجه. النبي ما خدش منك الزكاه وانا اللي هاخد منك، عد. وراح راجع بركه يا جماعه انها جت ايه؟ الدنيا لهياء وغراء. راح راجع مش عارف البيت. سيدنا ابو بكر مات، سيدنا عمر جاء مسك الخلافه، راح لسيدنا عمر: هذه زكاه مال، عد يا ثعلبه، نحن لسنا بحاجه الى مالك، ولم اخذ منك مالا لم ياخذه منك رسول الله ولا صاحبه. ومات ثعلبه في عصر سيدنا عمر. ما الذي فعله ثعلبه؟ مات بسبب المال يا اخواني. الدنيا بس لعبت شويه وزهزت شويه، ها، الدنيا بس غرته شويه، ها، الدنيا بس مش عارف ايه شويه. اللي صحته بتغره في الاخر اولى بها الدود، اللي نفسه بتلهيه. والشاهد في الموضوع ان ربنا حكيم في عطائه. الفقير الفقر ليه خير، والغني الغنى ليه خير. وربنا سبحانه وتعالى اذا اعطى فعطاءه حكمه، اذا اعطى فعطاءه حكمه، واذا منع فمنعه ايه؟ حكمه. الشاهد في الكلام، انت عندك مشاكل، كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا ايه؟ مشاكل. طب ما تفكرش في المشاكل اللي عندك قد ما انت تفكر يا سيدي في النعم اللي عندك. عندك نعم كتيرة، فكر فيها. لما مر كده من جنب راجل مشلول وقطعت يديه وساقيه، نجينا يا رب. ماشي كده فلاقي واحد ايه؟ ايديه ورجليه مقطوعين وهو يذكر الله ويقول الحمد لله الحمد لله. واحد وقف من الجماعه اللي لسانهم طويل قال له ايه؟ انت بتحمد ربنا على ايه؟ اللي عندك لا ايد ولا رجل، بتحمد ربنا على ايه؟ قال له الم يجعل لي لسانا ذاكرا، مش سايب لي لسان اذكر بيه؟ الم يجعل لي قلبا خاشعا؟
فالإنسان الصالح بيحمد ربنا مهما كانت العواقب، وغير الصالح مش هيرضى حتى لو بقى يمتلك الدنيا بما فيها. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أحباب رسول الله، إخوة الإسلام والإيمان، إن لقاءنا كان عن شقين. شق الأول الشكر، إنك تذكر نعم ربنا عليك، والشق الآخر وإياك والكبر، وإياك والكبر. وسبحان الله، أنا ضاق صدري، دخل في مشاكل كتير جدا نحلها، وناس تيجي في إيدينا وناس تيجي مش في إيدينا، وسبحان الله عايزين نتكلم في موضوع هو أصلا صلب الموضوع. الله سبحانه وتعالى يقول عنه رسول الله: إن الله يكره الغني المتكبر، وكرهه للفقير المتكبر أشد. ربنا بيكره الغني المتكبر، بس كرهه للفقير المتكبر أكتر من الغني المتكبر. بس الغني عنده اللي يخليه متكبر، الغني عنده اللي يغنيه عن الناس. إن الله يحب الغني الكريم، ربنا بيحب الغني الكريم، وحبه للفقير الكريم أشد. قارن يا اخوانا والله العظيم، اوقات بنخش عند ناس فقراء والحال على الله خالص، ونلاقي منهم قرن ما بنلاقيه اصلا في بيت الاغنياء. يبقى ربنا هنا بيحب الغني الكريم، بس بيحب الفقير الكريم اشد. والكرم خلي بالك بيجري في الدم. بعض الناس كده تخش عندهم قضيف يبقى بيجري مش عارف يجيب لك ايه ولا ايه، شاي مش عارف علبه. وبعض الناس يعني لو ربنا كرمك يعني وقدرت تشرب كوبايه ميه، انت كده بطل، انت كده بطل. قدرت تحصل على كوبايه ميه كامله يبقى انت كده بطل. المشكله بقى مش هنا، المشكله الرئيسيه بقى فين؟ نيجي نحل مشكله في كل الاماكن بنتدخل في مشاكل، وبنلاقي الناس ما شاء الله سهله وفي ايدينا، وجميع الاطراف في ايدينا، وبكوبايه شاي الناس بتتصالح وبتتراضى والدنيا بتبقى تمام. نجد أماكن أخرى ساعة ما نتدخل في مشكلة 100 مشكلة نتدخل فيها وما تتحلش، ونقعد مع الناس والأطراف وجميع الأطراف يقولوا خلاص إحنا هنصالح ونقرأ الفاتحة ومش عارف ونعمل إيه، وما شاء الله بتلاقي الدنيا تمام. وبعض